الشمال. تانيا، هل هدأت الأجواء؟ أنت الآن في ساحة عبد الحميد كرامي وسط طرابلس. نعم، يعني في ساحة عبد الحميد كرامي التي تحمل أيضا ساحة النور عاد الهدوء، كما عاد الهدوء إلى باقي طرابلس بعد ما قام أنصار الشيخ داعي الإسلام الشهال بقطع الطريق بعد ظهر اليوم على خلفية الإشكال الذي كان حدث في مجد العنجل مع مؤسس التيار السلفي بلبنان. وبالتفاصيل أنه عندما كان الشيخ الشهال متوجه إلى مجد العنجل لإلقاء خطبة الجمعة في أحد مساجد البلدة، قام الجيش اللبناني بقطع الطريق بعد ما تبين أنه بعض الأشخاص الذين كانوا مع الشيخ الشهال من مرافقين يحملون السلاح، وعند قطع هذه الطريق ومطالبة هؤلاء الأشخاص بتسليم سلاحهم، إذن حصل إشكال بينهم وبين الجيش اللبناني، وكان تم فيما بعد معالجة هذا الإشكال بعد كما علمت LBC تسليم أحد قطع السلاح. ولكن كما يقول الشيخ الشهال وبعد عودته إلى طرابلس أنه لم يسمح بتسليم أي من الأشخاص الذين كانوا إذن موجودين معه. أكيد الشيخ الشهال وبعد عودته كان في استقباله بساحة النور أنصاره اللي أعادوا فتح الطريق من بعد ما علموا أنه الإشكال تم لملمته، وهو قال بالتصريح الذي ألقاه أمام الجميع أنه لن يسمح للفتنة أن تدخل عبر التيار السلفي إلى الشمال أو إلى باقي المناطق اللبنانية. على كل حال هناك تهدئة الآن في طرابلس، ونعود إلى كلام الشيخ الشهال عند وصوله إلى طرابلس لملاقاة مناصرين اللي كانوا منتظرينه بساحة النور. أما جيشنا للأسف الشديد في هذه الأيام هو أحد أمرين لا ثالث لهما: إما أنه منخرط بطريقة مباشرة في محاولة إذلالنا في طرابلس ومجد العنجر وعبسال وغير ذلك من مناطق السنة، وإما أنه مهيمن عليه من قبل تنظيم حزب الله وحلفاء إيران وسوريا. وفي بيروت إشكال في مسجد محمد الأمين.